نعرف الكعبة وقداستها وإنها وجهة المسلمين في صلاتهم وحجهم. لكن ماذا لو قلنا إن أساسات هذا المكان المقدس تخفي قصصاً أغرب من الخيال؟ اليوم رح نغوص في أعماق تاريخ الكعبة ونكشف أسرار ظلت مدفونة لقرون طويلة. شوفوا، القصة فيها كنز أسطوري وثعبان غامض جدا يحميه، ويوم اهتزت فيه مكة كلها. صحيح، الموضوع يبدو كأنه من حكايات ألف ليلة وليلة، لكن هذه روايات موجودة في كتب التاريخ. خلونا نبدأ رحلتنا ونشوف الحقيقة وراء كل هالألغاز. طيب، عشان نفهم كل هالأسرار هذه لازم نرجع بالزمن لورا، أقصد لورا كثير، لنقطة البداية، للحظة اللي وضع فيها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أساس الكعبة، لأنه في تصميمها الأول يكمن مفتاح كل شيء. القصة بدأت بأمر إلهي. إبراهيم وإسماعيل رفعوا قواعد الكعبة اللي كانت مندثرة من زمن طوفان نوح، لكنهم ما اكتفوا بإعادة البناء وبس، لا، سووا شيء مميز. داخل الكعبة على يمينها حفروا حفرة عميقة، وهذه ما كانت أي حفرة، كانت راح تصير أول خزانة مقدسة في التاريخ، مكان مخصص لحفظ كل الهدايا الثمينة اللي تقدم لبيت الله. والآن خلونا نقدم الزمن لقدام شوي، إلى عصر قبيلة جرهم، هم اللي استلموا رعاية الكعبة بعد إسماعيل. لكن مع مرور السنين للأسف بدأ الفساد يدخل بينهم، وصارت عيونهم على الكنز المقدس اللي داخل الكعبة. مع الوقت إيمانهم ضعف، صاروا ما يحترمون قدسية مكة، لدرجة إن بعضهم بدأ يخطط بشكل جدي لسرقة الكنز اللي تجمع على مر السنين. وهنا بالضبط الأمور كانت على وشك إنها تاخد منعطف غريب جداً. فجأة وبدون أي مقدمات ظهر لهم حارس ما كان أبداً في الحسبان. ثعبان ضخم مواصفاته غريبة، ظهره أسود بطنه أبيض، لكن الأغرب إن رأسه كان يشبه رأس الجدي. تخيلوا المنظر، صار يوقف كجدار بينهم وبين الكنز. كل ما واحد منهم يحاول يقرب من الحفرة كان الثعبان يهجم عليه بكل شراسة، يعني صار الكنز محروس بقوة إلهية غامضة. وهذا الحارس الأسطوري ما ظهر ليوم أو يومين وانتهى الموضوع. الروايات التاريخية تقول إنه ظل يحرس كنز الكعبة لمدة 500 سنة. نعم، 500 سنة كاملة، نصف ألفية، وهو يحمي بيت الله من كل طامع. وتحولت قصته لأسطورة تتناقلها الأجيال. طيب، خلونا نقفز بالزمن مرة تانية. الآن إحنا في عصر ما قبل الإسلام، في زمن قريش. فيضان كبير ضرب مكة وألحق الضرر بجدران الكعبة. هنا قررت قريش إنها لازم تعيد بناء الكعبة بالكامل. قريش سادة مكة كان عندهم شرط مهم: إعادة بناء الكعبة لازم تكون بأموال طاهرة بس، يعني أموال ما فيها أي ربا أو ظلم، إيماناً منهم بأن بيت الله لا يبنى إلا بالمال الحلال. لكن واجهتهم مشكلة، الثعبان الحارس الأسطوري كان لا يزال موجود ويمنع أي أحد من هدم الجدران. طيب، وش سووا؟ رفعوا إيديهم للسماء ودعوا الله، والاستجابة كانت عجيبة. طائر ضخم نزل من السماء، خطف الثعبان وطار فيه بعيد. الطريق صار مفتوح، وبدأوا بالحفر لإعادة البناء. ومع الحفر وصلوا لشيء ما شافته عين بشر من قرون طويلة. كشفوا عن الأساس الأصلي للكعبة، الحجارة الأولى اللي وضعها نبي الله إبراهيم بيده. واللي شافوه كان شيء مذهل، شيء لا يصدق. ما كانت صخور عادية أبداً، كانت حجارة ضخمة لونها أخضر ومتشابكة ببعضها بقوة كأنها قطعة واحدة. والأعجب إن شكلها كان يشبه أسنمة الإبل. كان منظر مهيب وغريب جداً، أثار فضولهم لأبعد حد. طبعاً هذا المشهد الغريب خلاهم يتساءلون: ويش سر هذه الحجارة الخضراء؟ ويش ممكن يكون تحتها؟ وهذا الفضول للأسف خلاهم يحاولون يسوون شيء ما كان المفروض يسوونه أبداً. كانوا على وشك يوقظون قوة ما يقدرون يسيطرون عليها. واحد من الرجال تشجع، جاب عتلة وحطها تحت واحد من الحجارة الخضراء عشان يحاول يخلعه ويشوف وش تحته. وفي نفس اللحظة اللي حاول فيها طلع من الحفرة وميض برق قوي جدا أعمى أبصارهم، وبعدها مباشرة اهتزت مدينة مكة كلها. هزة عنيفة كأنها زلزال مدمر، أصابهم الرعب طبعا وتراجعوا فورا وهم عارفين إنهم تعدوا حدودهم. هذا الاهتزاز العنيف ما كان مجرد ظاهرة طبيعية، لا، كانت رسالة واضحة جدا.
رسالة مرتبطة بشكل مباشر بالسر الثاني اللي كان مدفون في الأعماق، كنز الكعبة. بعد اللي شافوه من قوة خارقة ما تجرأ أي شخص إنه يقرب من الأساس مرة ثانية، وبهاي الطريقة بقي كنز الكعبة في مكانه مختوم ومغلق تحت هذه الحجارة القوية ومحمي بسر وراء قدرة فهم البشر. وهنا لازم نوضح، لما نقول كنز الكعبة إحنا ما بنتكلم عن صندوق ذهب وفضة وبس، إحنا بنتكلم عن قرون من الهدايا والقرابين الثمينة، يعني سجل مادي لإيمان ملايين الناس عبر العصور، كلها محفوظة في أقدس بقعة على وجه الأرض. طيب، إذا كان الكنز لا يزال موجود هناك ومحمي بهذه القوة الغامضة، وش مصيره النهائي؟ هنا الإجابة ما نلقاها في الماضي، بل في نبوءة عن المستقبل. وهنا يكمن السر الأخير. حسب النبوءة، ما في أحد رح يقدر يستخرج هذا الكنز إلا رجل معين في آخر الزمان. قصة بدأت مع سيدنا إبراهيم وحرسها ثعبان وختمت عليها هزة أرضية عنيفة، ولا تزال تنتظر فصلها الأخير في المستقبل البعيد. وهذا يخلينا نتساءل، يا ترى وش هي الأسرار الثانية اللي لا تزال مخبأة في أقدس الأماكن على الأرض؟